ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ فالجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار. يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ فالجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ فالجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار جل جلاله. فثارت البحار ودكت الأرض دكا دكا، ودكت الأرض دكا دكا، ومادت الجبال بمن عليها، فأرسل الرحمن صوتا من العذاب. يا الله، ماذا كان يصنع أولئك القوم؟ ماذا كان يصنع أولئك القوم؟ حتى فلما آسفونا انتقمنا منهم. سألتهم ماذا كان يصنع على تلك الشواطئ؟ ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ إنه الظلم، ظلم بني الإنسان، ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم حين تعدوا على المحارم وحين تعدوا على الآخرين. انتشر بينهم الزنا وانتشرت بينهم الفواحش والمنكرات، وانتشر بينهم أمر عظيم أعظم من هذا كله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا يرون الزنا ويرون الجبار يعصى فلا يتكلم متكلم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. انتشرت الفواحش والمنكرات فحل بهم ما حل. هل تظنون أنه لا يوجد عندنا زنا ولا شرب خمور بل انتهاك للمحارم؟ فما الذي يمنع بأس الله عنا؟ لسنا بأكرم على الله منهم. أن أترك أهل المعاصي